يا مساء الخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هاخدكم معايا جولة في المطبخ في يوميات كعبلة. بصوا المطبخ مصوره لكم قبل ما يتنضف واصوره لكم بعد ما يتنضف. هاخدكم معايا في خطوة خطوة. بصوا انا مقسمة المواعين ازاي، والبوتاجاز شكله استغفر الله العظيم يا رب، يعني حاجة خالص بصراحة. البوتاجاز شكله استغفر الله العظيم. طبعا تعب اسبوع وارهاق اسبوع، فطبيعي المطبخ يبقى بالمنظر ده. قسمت المواعين عشان ابتدي ان انا اشوف اعمل ايه. بس اول حاجه بعملها ان انا بصبن الرخامه الاول اللي هرص عليها، اصفي عليها المواعين والحيطه اللي ورا الحنفيه، وبعدين بقى ببتدي ان انا اغسل المواعين. شايفين الطاسه اللي هناك دي؟ عايزه لها حل يكون ينضفها، بس اعملها في البيت، يعني نضفه في البيت بحاجات من البيت، ما اجيبش حاجات من بره. لو حد يعرف طريقه يقول لي عليها. انا دلوقتي بعمل الحيطه اللي ورا الحنفيه وبالحنفيه كمان. بصوا انا برضو الحنفيات مش اما باجي اغسلها يا دوبك ما بتقعدش كام يوم على بعض، وبحس ان هي ايه، مش متلمعه عدل. فستات البيوت اللي اقدم مننا الشاطرين يقولوا على حل يخليها تفضل متلمعه على طول، او لو انا عملت لمعتها تقعد اطول فتره اطول مده ممكنه متلمعه. بص انا نضفت الرخامه ودلوقتي بشطفها علشان خاطر ايه، ارص عليها المواعين. طبعا انا مقصقصت في الفيديو كتير عشان خاطر راجل البيت شاف الفيديو ايديا ظاهره فقال لا امسحي. طبعا انا بغسل المواعين حاجه بحاجه اهو، واصفيها على الصواني لحد ما ربنا يكرمنا ونجيب مطبقيه بلاستيك احطها على الرخام. كنت مخلصه هنا بقى المواعين وكل حاجه، وحطيت على الارضيه صابون ودوني وكلور عشان خاطر ايه، انضف الارضيه، وفي نفس الوقت ايه لو في اي حاجه بالكلور هيوديها ان شاء الله. طبعا يا جماعه احتسبوا الاجر والثواب عند ربنا عز وجل. احتسبوا ان احنا قد ايه بنتعب وقد ايه بنحط كل مجهودنا وتركيزنا في البيت. فاحتسبوا الاجر والثواب عند ربنا عز وجل، وان ربنا جميل يحب الجمال، وجددوا النوايا، وان النظافه من الايمان، وان المطبخ هو اساس البيت. يعني انتي لو البيت عندك كله مكركب ودخلتي المطبخ روقتيه ونظفتيه وكل ما تخشي المطبخ تلاقيه نضيف، ده لوحده راحه نفسيه وبيديكي طاقه ايجابيه ان انتي تكملي بقيه الشقه. ده حتى لو الشقه مكركبه وراجل اللي بيتدخل المطبخ وعمل اي حاجه هيحس براحه، انما لو الشقه نظيفه والمطبخ مكركب هيقولك ايه ده ومش ايه ده. بصوا هنا بقى رصيت المواعين وعملت كل حاجة. والله تعب تعب ما بعده تعب. وغسلت، بصوا خليت البوتاجاز قشطة بينور. بصوا الرخامة خليتها زي الفل. هنا ده التصوير اللي قبل الأخير بقى، لسه في تصوير تاني. عايزة اجيب خرطوم عشان ابطل اعمل عاملة طبق مية. بصوا ان شاء الله اطلع لكم بروتين تاني. بصوا بقى البوتاجاز خليته بربرق، خلي على صابون على كلور، واديله ادي لحد اما خليته ايه قشطه. بصوا شايفين؟ وطبعا مش 100%، خلينا بس نقول يعني عشان ما حدش يتريق، والله الحاجات دي كلها مش نظافه 100%، بس احنا بنحاول ننجز امورنا يعني. وطول ما انتوا شغالين في المطبخ سبحوا ربنا كتير وصلوا على النبي الصلاه الابراهيميه، وحوكلوا يا بنات علشان ربنا لو اي حد في حياته كرب او ضيق ربنا يفرج همه ويصلح له حاله يا رب. صلوا على النبي معانا كده. بصوا الراديو ده في المطبخ انا ما اقدرش اقعد من غيره ابدا. بصوا المطبخ محدش يقول المطبخ بتاعك ضيق لو سمحت. المطبخ عملته خليته زي الفل. وبصوا بقى الحته اللي انا حطاها دي كلنا متعلمينها من امهاتنا واجدادنا عشان الميه ايه ما تبهدلش الرخامه، وكتر الميه على الرخامه هيبوظ الدنيا خالص. بصوا شايفين؟ هنا بقى كنت خلاص الحمد لله خلصت كل حاجة، والحمد لله على كده. يلا باي باي، اشوفكم مرة تانية.